العربية نيوز، عنوان الحقيقة. احمد زكي بدر بيحب يتدخل فيما لا يعنيه. هو ملوش صفه في الصندوق العاملين بدون عام وزاره التنميه المحليه، وتدخل فيما ما لا يعنيه. بمعنى ايه يعني؟ بمعنى ان هو اصلا ليس عضو في الصندوق، لم يشترك، لم يقدم دعم، تدخل في اعمال الجمعيه العموميه ووقف حل الصندوق، لان هو السبب في ان الناس دي كلها يتم تصفيه ديوان عام وزاره التنميه المحليه. هذا الرجل شخص جاهل. احمد زكي ده هقول لستك حاجه، جه الديوان عام الوزاره كان اسره واحده وكان متعاون كلهم مع بعض والناس كانت فاهمه بعضها كويس قوي. جه فرق هذه الاسره. ايه الهدف ما تعرفيش؟ اصدر قرارات خاطئه بدون دراسه. يعني على سبيل المثال جاب ناس وزاره التربيه والتعليم فصل اتنين بدون اي اسباب. قراراته باطله بطلان مش هنمشي، هو يمشي، مش هنمشي، هو يمشي، مش هنمشي، هو يمشي، مش هنمشي، هو يمشي. 2 موظفين من الديوان؟ من الديوان العام خاص 2 موظفين بجزاءات متلفقه مع مدير الشؤون القانونيه باطله. زياده عن هو بيقول كمية مستشارين في الوزارة ما لهمش لازمة. الراجل بيجيب أهل الثقة، ما بيشغلش أهل الخبرة، مبوظ الوزارة، مبوظ التنمية المحلية كلها، مبوظ الإدارات المحلية، الراجل مبوظ الدنيا. عايز ينقلنا كلنا لمكان نلاقي ما فيهوش بني آدمين. عامل برنامج حلو يا بلدي، بيقول لك بيشيل الزبالة من المحافظات. تعالي شوف البلد كلها زبالة. كلها زبالة، الدائري العمومي كله زبالة، الشوارع كلها زبالة. هو دلوقتي احنا حاجه واحده بس عايزين نقولها، ان الديوان العام فلوسه كلها رايحه على المستشارين وعلى اللواءات. احنا بقى في وزاره التنميه المحليه، احنا فاضل لنا 2 عساكر وزاره الداخليه، والناس دول فشله معين وما ينفعش في وزاره التعليم. ايه اللي جاب وزاره التنميه المحليه؟ ادي كل واحد في مكانه، انما غير كده الدنيا هتفشل. ومصر وقعت بسبب الوزاره الموجوده دي اساسا. في ناس عيدت على نكد مفصوله في رمضان في العيد ايام ربنا العظيم،